السلام عليكم يا جماعة. قبل ما نبدأ، لو بتحبوا قصص الرعب الحقيقية والمرعبة اللي بتخلي النوم يطير من عينيكوا، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا سر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وقبل ما تسمعوا القصة ديت، اقفل النور وحط السماعات وخليك مركز في كل كلمة، لأن الحكاية اللي هتسمعوها الليلة مش مجرد قصة عادية. دي حكاية شقة قديمة في الدور الأخير. شقة كان ليها قانون واحد بس: ممنوع تفتح باب السطح بعد نص الليل. لكن صاحب الحكاية قرر يكسر القاعدة، ومن اللحظة دي حياته وعمرها ما رجعت زي الأول. ويلا بينا نبتدي القصة. شقة الدور الأخير. أنا اسمي كريم، عندي 29 سنة، واللي هحكيه دلوقتي حصل معايا من سنتين تقريبا. أنا كنت شغال محاسب في شركة صغيرة في القاهرة، وبعد ما الإيجار زاد بشكل جنوني اضطريت أدور على شقة أرخص. وبعد لف كتير لقيت إعلان غريب: شقة مفروشة للإيجار، إيجار قليل جدا، ممنوع فتح باب غرفة السطح بعد الساعة 12 بالليل. ضحكت وقتها وقلت أكيد صاحب البيت راجل عجوز مهووس. رحت أشوف الشقة. العمارة كانت قديمة جدا، 5 أدوار، وكل السكان كبار في السن. أول حاجة لفتت نظري إن الدور الخامس مفيهوش غير شقتي، وشقة تانية بابها مقفول بالحديد والسلاسل. سألت السمسار: هو مفيش حد ساكن هنا؟ رد بسرعة: لا، من زمان مفيش. قلت: طيب والسلاسل ديت ليه؟ وشه اتغير وقال: ملناش دعوة يا أستاذ كريم، الإيجار كان رخيص بشكل مش طبيعي. وافقت على طول. أول ليلة كانت عادية. تاني ليلة الساعة 12 بالليل بالظبط سمعت صوت خطوات فوق السقف، خطوات بطيئة جدا، تك تك تك، كأن حد بيمشي حافي. بصيت من الشباك، مفيش حاجة. افتكرت يمكن قطة ولا حاجة، لكن بعدها سمعت حد بيجري بسرعة مرعبة، زي ما يكون طفل صغير بيلف فوق السطح. جريت ناحية الباب وطلعت أشوف فيه إيه. لقيت باب السطح قدامي، وعليه ورقة قديمة جدا مكتوب عليها بخط أحمر باهت: ممنوع الفتح بعد نص الليل. ضحكت وقلت لنفسي: إيه الهبل ده؟ وحطيت إيدي على المقبض، لكن قبل ما ألفه سمعت صوت ست عجوزة من ورايا: لو عايز تعيش انزل. اتلفت بسرعة، لقيت واحدة من سكان العمارة، ست كبيرة جدا، وشها أصفر وعينيها مرعوبين جدا. قالت لي: اللي بيطلع فوق بعد الساعة 12 بينزل ناقص. ضحكت تاني وقلت: يا حاجة ده أكيد عيال بتلعب. بصت لي وسكتت شوية، وبعدين قالت: آخر واحد قال كده لقيناه الصبح رجله الشمال مش موجودة. الكلام كان غريب جدا، لكن خوفي الحقيقي بدأ بعدها بكام يوم. كنت نايم وفجأة صحيت على صوت حد بيخبط على باب الشقة بتاعتي. 3 خبطات ببطء شديد. بصيت في الساعة، لقيتها الساعة 12:03 بالظبط. قمت وقلت أكيد حد من الجيران، لكن أول ما قربت من الباب سمعت صوت طفل صغير: افتح يا عمو، أنا تايه. قلبي وقع، لأن العمارة كلها ما فيهاش أطفال أصلا. فضل الصوت يتكرر: افتح يا عمو، افتح، أنا بردان. وفجأة صوت الطفل اتغير
وبقى صوته قوي وغليظ وبشكل مرعب. أنا عارف إنك صاحي. جسمي ساعتها كله اتجمد وقعدت مكاني. بعد دقيقة سمعت خطوات بتمشي بعيد، وبعدين طلعت لفوق ناحية السطح. الصبح نزلت أسأل الجيران. أول ما حكيت لهم كلهم سكتوا، وواحد منهم قال: هو بدأ يسمعك. قلت: مين؟ قال: الولد. سألته: ولد مين؟ بص حواليه واتأكد ان محدش سامع وقال: من 30 سنة كان في ولد ساكن فوق مع امه. الام كانت مجنونة، كانت بتحبس الولد في اوضة فوق السطح بالشهور. وفي ليلة الجيران سمعوا صريخه، لكن محدش ساعده. تاني يوم اختفى، والام قالت انه هرب. لكن بعد كام يوم لقى الام نفسها مشنوقة جوه الأوضة. ومن يومها كل ليلة الولد بيدور على حد يفتح له الباب. ضحكت قدامهم، لكن جوايا بدأ الخوف يتملكني وياكلني، خصوصا لما سألت: طيب ليه باب الشقة التانية مقفول بالسلاسل؟ الراجل الكبير وشه اصفر وقال: دي كانت شقتهم. الليلة اللي بعدها كانت أسوأ ليلة في حياتي. الساعة 12 بالليل سمعت صوت الطفل بيضحك فوق السطح، ضحكة باردة جدا، وبعدين صوت جري، وبعدين صوت حاجة بتتسحب على الأرض زي جثة، وبعدين سمعت حد بيهمس من عند باب شقتي. أنا خرجت: افتح لي. قسما بالله الصوت كان جاي من تحت الباب نفسه. بصيت ولقيت ظل طفل صغير واقف بره. ظل طفل، لكن رجليه كانت طويلة بشكل غير طبيعي، كأنها رجلين شخص كبير. فضل واقف ساكت، وبعدين بدأ يخبط مرة واتنين وتلاتة، وفجأة الصوت وقف. بعدها بثواني سمعت حاجة مستحيل أنساها طول عمري. خطوات جوه شقتي، مش بره، فعلا جوه. حد بيمشي في الصالة ببطء، وانا قافل الباب بالمفتاح وقافل الشبابيك كمان. مستحيل يكون في حد دخل، لكن الخطوات كانت واضحة جدا جدا. وقفت عند باب أوضة النوم، وبعدين صوت الطفل: بصلي يا عمو. أنا كنت مستخبي تحت البطانية وقتها ومش قادر أتنفس. الصوت اتكرر: بصلي عشان أعرف وشك. فضلت مكاني لحد الفجر وأنا مغطي وشي. أول ما الشمس طلعت كل حاجة اختفت. قررت أمشي من الشقة ديت فورا، لكن قبل ما انقل حاجتي الفضول قتلني. طلعت للسطح بالنهار، الباب كان مفتوح، وأول ما دخلت لقيت أوضة صغيرة جدا فيها ريحة معفنة، ريحة وحشة جدا. وفي الحيطة آلاف الخدوش، كأن طفل كان بيعد الأيام بأظافره. وفي الركن لقيت لعبة دب قديمة، ولما شلتها لقيت تحتها مكتوب بالفحم: لو خرجت هي هترجع تاني. وقبل ما افهم المقصود سمعت صوت نفس الطفل ورايا مباشرة: انت ليه فتحت الباب يا عمو؟ اتجمدت ولفيت ببطء، ما لقيتش حد، لكن الدب اللي كان في ايدي بدأ يضحك ضحكة أطفال لوحده. جريت ونزلت السلالم بسرعة، وأثناء نزولي كل أبواب الشقق كانت مفتوحة، والجيران واقفين بيبصولي، ولا واحد منهم بيتكلم، بس كلهم كانوا مبتسمين ابتسامة واحدة، نفس الابتسامة. سبت العمارة في يومها وما رجعتش تاني. لكن بعد شهر صحيت بالليل
على خبط عالي على باب شقتي الجديدة. بصيت في الساعة لقيتها 12:03 بالظبط، ونفس صوت الطفل الصغير: أنا لسه تايه يا عمو، ممكن تفتح؟ ومن ساعتها عمري ما بفتح أي باب بعد نص الليل، لأن في حاجة واحدة فهمتها متأخر: الولد ما كانش محبوس فوق السطح، الولد كان محبوس عشان ما بيخرجش، فبيدور على أي حد جديد يعيش معاه. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الحكاية الليلة لازم أسألك سؤال. لو كنت سايق عربيتك الساعة 3 الفجر والدنيا كلها ضباب والطريق فاضي تماما، وشفت بنت واقفة لوحدها في مكان مهجور، هتقف تاخدها معاك ولا هتكمل طريقك؟ كتير مننا أكيد هيقول هساعدها، لكن بعد اللي هتسمعوه النهاردة يمكن تغير رأيك للأبد. القصة الليلة اسمها الراكب الأخير. حكاية مرعبة بتحكي عن سواق أوبر عادي جدا، خرج يشتغل زي أي يوم، لكنه قابل آخر واحدة تركب معاه وعمره ما هينساها أبدا. ركبت معاه من حتة ضلمة كحل. جهز نفسك وطفي النور لو قلبك جامد، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل قصص الرعب الجديدة. ويلا بينا نبتدي حكاية الراكب الأخير. في ناس كتير بتقول إن أخطر وقت للشغل على الطرق السريعة هو بعد الساعة 3 الفجر. وقت بيقولوا عليه وقت النداهة، وقت الطرق بتبقى فاضية خالص والدنيا ساكتة بشكل يخوف. ولو شفت حد واقف لوحده في الوقت ده الأفضل ما تقفش. أنا ما كنتش بصدق الكلام ده لحد الليلة اللي غيرت حياتي كلها. أنا اسمي محمود، سواق أوبر من 7 سنين. لفيت شوارع القاهرة كلها، ركبت ناس أغرب من الخيال، لكن عمري ما قابلت حاجة شبه اللي حصل في ليلة شتوية من 2 سنين. الساعة كانت 3:17 بالظبط الفجر، وكنت راجع من مشوار طويل ناحية طريق الإسماعيلية الصحراوي. الدنيا كانت ضباب ومفيش عربيات تقريبا، وفجأة التطبيق ضرب طلب جديد. المكان بحطة بنزين قديمة، الكيلو 42. استغربت، مين هيطلب عربية في المكان ده وفي الوقت ده؟ لكن قلت يمكن حد متعطل. وافقت. وصلت للمكان بعد 10 دقايق بالظبط. محطة البنزين كانت مقفولة ومهجورة، والإضاءة فيها ضعيفة جدا، لكن كان في بنت واقفة لابسة فستان أبيض قديم وشعرها طويل مغطي وشها. وقفت قدام العربية بهدوء وفتحت الباب اللي ورا وركبت من غير ما تقول ولا كلمة. فأنا قلت مساء الخير. مفيش رد. بصيت في المراية، وش البنت مش واضح، كله مستخبي تحت شعرها. قلت حضرتك احنا رايحين فين بالظبط يا مدام؟ بصوت واطي جدا قالت بيت جدي، آخر الطريق القديم. سكت شوية وسألت فين بالظبط؟ قالت انت هتعرف في الطريق. جسمي كله تلج. البنت كمان صوتها يخوف وشكلها مرعب، لكن حاولت اضحك على نفسي، يمكن واحدة غريبة شوية وخلاص. العجيب بقى ان التكييف كان مقفول، ومع ذلك العربية بقت ساقعة جدا جدا بشكل مستحيل، لدرجة ان نفسي بيطلع بخار. بصيت في المراية مرة تانية، ما شفتش البنت، والكنبة فاضية خالص. اتجمدت، لفيت رقبتي بسرعة، لقيتها قاعدة في نفس مكانها، لكن في المراية مفيش حاجة. وقتها كنت لازم اقف وانزل اجري،
لكن الخوف شلني، وفجأة هي قالت: انت خايف؟ قلت بسرعة: لأ، وضحكت ضحكة خفيفة كده من كتر الخوف اللي أنا فيه، وقالت: كلهم كانوا بيقولوا كده قبل ما يوصلوا. قلبي وقع في رجليا وسألتها: تقصدي ايه؟ لكن هي مردتش. بعد 10 دقايق وصلنا لطريق جانبي ترابي مظلم جدا. قالت: ادخل هنا. قلت: مفيش بيوت هنا. قالت: امشي على اللوكيشن. كانت في بيوت زمان. الكلمة دي خلت الدم يتجمد في عروقي، لكن دخلت من كتر الرعب اللي انا فيه. وبعد حوالي 5 دقايق ظهر بيت قديم جدا مهجور، النور مطفي، الشبابيك مكسورة. قالت: وصلنا. قلت: الحمد لله. وقفت العربية ولفيت أبص ورايا. الكنبة لقيتها فاضية، البنت اختفت، لكن لقيت المقعد اللي ورا مبلول كأنه حد خارج من المية. وفي النص كان في سلسلة فضة قديمة على الكنبة عليها اسم مريم. وقتها سمعت صوت خبط على الإزاز، فاتخضيت وبصيت ناحية الإزاز. لقيت راجل عجوز واقف كان بيشاور لي. بكل خوف نزلت. الراجل أول ما شاف السلسلة في إيدي وشه صفر وقال: منين جبت دي؟ حكيت له. فضل ساكت دقيقة كاملة، وبعدين قال: مريم حفيدتي ماتت من 25 سنة. كانت راجعة من فرحها والعربية اتقلبت بيها على الطريق القديم، ومن يومها كل فترة حد بيقول انه وصلها للبيت جسمه كله اتنمل. طلعت السلسلة ووريتها له. العجوز بدأ يعيط وقال: دي كانت لابساها يوم ما ماتت. فجأة سمعنا صوت بنت بيضحك، ضحكة ناعمة جاية من آخر الطريق. بصينا ولقينا بنت في فستان أبيض واقفة وسط الضباب، وشعرها مغطي وشها، وبترفع ايديها كأنها بتودعنا. وفي ثانية اختفت. جريت على طول على عربيتي وشغلت العربية، لكن قبل ما امشي بصيت في المراية الأخيرة وشفتها قاعدة ورايا تاني وبتبصلي. والأول مرة كان وشها ظاهر. كانت جميلة جدا، لكن عينيها سودة بالكامل، ومن غير ما تحرك شفايفها سمعتها بتقول: شكرا انك وصلتني، بس انا مش اخر راكب هتقابله. ومن يومها لغيت شغلي بالليل، وعمري ما اشتغلت بعد الساعة 12. لكن المرعب ان كل سنة في نفس يوم الحادث بيجيلي طلب على التطبيق من نفس المكان، محطة البنزين المهجورة، باسم واحد بس، طبعا انتوا عارفينه، اسم مريم. واول ما اشوفه بقفل التطبيق كله واقعد في البيت لحد ما الشمس تطلع، لان بعض الركاب مش بيدفعوا فلوس، بعضهم بيدفعوا حاجة تانية خالص. لو عجبتك القصة افتكر دايما مش كل شخص تركبه في عربيتك يبقى حي، ممكن يكون ميت او روح. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ لازم اوضح حاجة. القصة اللي هتسمعوها النهاردة مش مناسبة للي قلبه ضعيف، خصوصا لو بتستخدم المترو في وقت متأخر من الليل. في ناس كتير بتقول ان اخر عربية في اخر مترو مجرد عربية عادية زي اي عربية تانية، لكن في ناس تانية بتحلف انها شافت حاجات عمرها ما تقدر تنساها. واللي هحكيه النهاردة واحد من اغرب المواقف اللي ممكن اي شخص يعيشها. فلو بتسمع القصة ديت بالليل حاول ما تبقاش لوحدك، واطفي النور لو تقدر، واستعد تسمع حكاية اخر عربية مترو. انا اسمي عماد،
عندي 29 سنة، شغال في شركة دعاية في وسط البلد. اللي هحكيه حصل معايا من سنتين بالظبط، ولحد النهاردة كل ما افتكره جسمي بيقشعر. واقسم بالله لو حد قال لي زمان اني هعيش اللي عشته كنت هضحك واقول له بطل افلام رعب، لكن اللي حصل كان حقيقي. اليوم ده كان شغل مرهق جدا، قعدنا لحد بعد نص الليل بسبب تسليم مشروع مهم. ولما خرجت من الشركة كانت الساعة داخلة على 1:15. الشارع كان فاضي بشكل غريب، حتى أصوات العربيات اللي متعود عليها في وسط البلد كانت شبه مختفية. جريت على محطة المترو والحمد لله لحقت آخر قطر لسه موجود. المحطة نفسها كانت شبه مهجورة، كان موظف نايمين على الكراسي وعامل نظافة بيكنس الأرض وهو بيبصلي باستغراب. لما نزلت الرصيف لقيت المترو واقف وأبوابه مفتوحة. ركبت بسرعة قبل ما يفوتني، لكن أول حاجة لاحظتها إن العربية كلها فاضية تماما، ولا راكب واحد. وده كان غريب، حتى آخر مترو بيبقى فيه ناس راجعة من شغلها أو طلبة أو أي حد، لكن العربية ديت بالذات ولا بني آدم فيها. قلت لنفسي أهو أحسن هرتاح، وقعدت في آخر كرسي جنب الشباك. المترو اتحرك، وبعد دقيقتين تقريبا لاحظت حاجة غريبة. في انعكاس الشباك كان في واحدة ست قاعدة ورايا، رغم اني متأكد 1,000,000% ان العربية كانت فاضية. لفيت بسرعة، مفيش حد. بصيت للشباك تاني، الست موجودة، لابسة اسود بالكامل وشعرها طويل ونازل على وشها. قلبي بدأ يدق بسرعة، لكن حاولت أقنع نفسي إنها مجرد انعكاسات نور. فضلت باصص بعيد لحد ما سمعت صوت خفيف جدا، صوت ست بتضحك، ضحكة واطية باردة وقريبة جدا. فبصيت حواليا، مفيش حد. المترو كمل طريقه ووصل محطة السادات. الغريب إن الأبواب ما فتحتش، رغم إن القطر وقف، ولا حد ركب ولا حد نزل. وبعدين اتحرك تاني. هنا بدأت أقلق فعلا. طلعت الموبايل أشوف الشبكة، مفيش إرسال ولا خط واحد. وفجأة نور العربية كلها طفى، ثانيتين 3 ورجع تاني. وفي اللحظة دي لقيتها الست طبعا قاعدة في أول العربية بظهرها ليا. جسمي كله اتجمد. ازاي ظهرت فجأة؟ انا لوحدي هنا. قمت واقف وقلت بصوت مرتعش: يا مدام. مفيش رد خالص. يا مدام حضرتك كويسة؟ ببطء شديد بدأت تلف راسها ناحيتي، لكن جسمها فضل ثابت. لفت رقبتها اكتر من الطبيعي لحد ما بقت بص عليا مباشرة، وعيونها مكانها كأن فراغ اسود، سودا بالكامل بدون اي بياض. وبعدين ابتسمت ابتسامة مستحيل تكون لبني ادم عادي. جريت ناحية الباب وضربت زرار الطوارئ، مفيش اي استجابة. المترو كان بيزيد سرعته بشكل جنوني، المحطات بقت تعدي بسرعة، لكن اسمائها مفيش اسماء المحطات المعروفة، كانت اسماء غريبة: محطة الغرباء، محطة النسيان، محطة العائدين. كل اسم يظهر ثواني ويختفي. والست كانت بتقرب، كل مرة ابص الاقيها اقرب شوية بدون ما تمشي، كأنها بتنتقل لحد ما بقت على بعد متر واحد مني. وسمعتها بتهمس: انت نزلت في المحطة الغلط. صرخت ساعتها بأعلى صوتي، وفجأة المترو وقف بعنف. الباب اتفتح، نطيت بره من غير ما ابص ورايا. لقيت نفسي على رصيف محطة شبرا، لكن كانت الساعة 3 الفجر والمحطة كلها منورة وفيها ناس كتير، كأن مفيش حاجة حصلت. جريت على موظف الأمن وحكيت له كل حاجة. الراجل بصلي للحظات وبعدين وشه صفر
وقال لي: انت ركبت اخر عربية صح؟ قلت له: ايوه. سكت شوية وقال: من 10 سنين كان في حادثة في اخر عربية من اخر المترو. ست كانت راجعة بيتها وحصل عطل كهربائي كبير، وماتت محبوسة جوه العربية ساعات طويلة قبل ما حد يوصل لها. ومن يومها ناس كتير بتحلف انها شافتها في اخر مترو. ساعتها ضحكت بعصبية وقلت له: انت بتهزر صح؟ بصلي بجدية شديدة وقال: لو عايز نصيحتي، عمرك ما تركب اخر عربية مهما حصل. رجعت البيت وانا مرعوب، ومرت شهور طويلة وحاولت انسى اللي حصل، لحد ليلة من اسبوعين كنت راكب المترو بالنهار والعربية مليانة ناس، وفجأة بصيت في انعكاس الشباك وشفتها. ايوه، شفت الست تاني قاعدة ورايا، نفس الفستان الاسود، نفس الشعر، لكن المرة دي كانت مبتسمة وكاتبة بصباعها على الزجاج من الداخل: لسه منزلتش. ومن يومها عمري ما ركبت المترو تاني بعد المغرب. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل القصص الجميلة المرعبة. وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ القصة أحب أوضح إن اللي هتسمعوه النهاردة مش مجرد حكاية رعب عادية، دي قصة غريبة جدا بطلها سواق ميكروباص. أقسم بالله إن عمره ما هينسى اللي حصل معاه في الليلة دي. في طرق كتير بنمشي فيها كل يوم، لكن في طرق تانية الناس بتتجنبها بعد نص الليل، وخصوصا قبل الفجر. بيقولوا ان في ركاب ممكن يقفوا ليك على الطريق، تركبهم بنفسك وتتكلم معاهم عادي، لكن الحقيقة المرعبة انهم مش المفروض يكونوا موجودين اصلا. ولو سمعت خبط على العربية في نص الليل اوعى تفتح الباب، ولو بصيت في المراية ولقيت عدد الركاب زاد يبقى فات الاوان. استعدوا دلوقتي لسماع واحدة من أكتر قصص الرعب المصرية غموضا وإثارة. ويلا بينا نبتدي القصة. قصة بعنوان ركبتهم في نص الليل واكتشفت إنهم ماتوا من 20 سنة. أنا اسمي حسام، عندي 29 سنة، وبشتغل سواق ميكروباص على خط القاهرة الفيوم. واللي هحكيه حصل معايا من 2 سنين، واقسم بالله لحد النهاردة لما بيجي سيرة الطريق ده قلبي بيدق بشكل غريب. انا كنت شغال وردية ليل، وكنت اخر عربية بتطلع من الموقف حوالي الساعة 12 بعد نص الليل، في ليلة شتاء. الدنيا كانت بتمطر مطر خفيف وضباب عالي على الطريق، والركاب كلهم نزلوا في اماكنهم، وما فضلش غير ست عجوزة قاعدة ورا، كانت لابسة إسدال اسود بالكامل وشها مش ظاهر. قلت لها: حضرتك هتنزلي فين يا حاجة؟ قالت بصوت واطي جدا: عند الكيلو 47. استغربت لأن الكيلو 47 مفيهوش بيوت أصلا، ده مجرد طريق صحراوي وجنبه مقابر قديمة مهجورة، لكن قلت يمكن حد مستنيها. كملت السواقة. بعد 10 دقايق بصيت في المراية ما لقيتهاش، لقيتها اختفت. وقفت العربية فورا، لفيت ابص ورايا لقيتها قاعدة مكانها عادي
لكن كانت باصة ناحيتي مباشرة، مع ان وشها قبل كده كان نازل لتحت. قلبي اتقبض، قلت لنفسي يمكن ارهاق او اجهاد. كملت، وفجأة سمعت صوت طفل بيضحك. بصيت في المراية، كان في ولد صغير قاعد جنب الست. ولد عمره حوالي 7 سنين تقريبا، لابس هدوم قديمة جدا ومتبهدلة. انا متأكد 1,000,000% ان ما كانش راكب حد تاني معاها. اتجمدت وقلت الولد ده طلع امتى؟ الست رفعت راسها ببطء وقالت ده ابني، بيرجع معايا كل ليلة. الولد ابتسم، لكن ابتسامته كانت غريبة ومخيفة اكتر من الطبيعي. وبعدين قال انت اول مرة تمشي الطريق ده لوحدك؟ معرفتش بصراحة رد. بعد شوية وصلنا الكيلو 47. الساعة كانت تقريبا 3:15 صباحا. الضباب بقى اكتر من الاول. الست قالت نزلنا هنا. وقفت العربية، بصيت، مفيش اي بيت حوالينا، ولا نور ولا بني ادم. قلت يا حاجة هتمشوا فين هنا؟ ردت بهدوء بيتنا هنا. فتحت الباب هي والولد ونزلوا. لكن قبل ما اقفل الباب الولد لف ناحيتي وقال ما تقفلش الباب بسرعة، لسه اختي هتنزل. في اللحظة دي سمعت خبط على جسم العربية من ناحية الباب بتاعي، فبصيت. خبط خفيف كده، وبعد كده خبط اقوى. نزلت ابص، مفيش حد. رجعت للعربية، لقيت بنت صغيرة قاعدة جنبي على الكرسي الامامي، وشها كله طين وشعرها مبلول. بصت لي وقالت ماما سبقتني. ساعتها صرخت وفتحت الباب بتاعي ونزلت اجري. لكن لما بصيت ناحية الطريق لقيت الست والولد كانوا واقفين بعيد وسط الضباب مستنيين البت تنزل. اول ما وصلت لهم ونزلت وبقت معاهم، التلاتة اختفوا فجأة. رجعت العربية وانا بترعش، ولاحظت حاجة غريبة جدا. المقاعد كلها مبلولة بالمية والطين، مع ان المطر ما كانش دخل العربية اصلا. تاني يوم حكيت لسواق قديم اسمه عم رمضان، وشه صفر وقال انت نزلتهم عند مقابر الكيلو 47؟ هزيت راسي. قال من حوالي 20 سنة حصل حادث عربية ملاكي هناك. الام وولد وبنت ماتوا في نفس الليلة، ومن وقتها اي سواق يعدي قبل الفجر ممكن يركبهم، لكن بشرط ما تبصش في المراية كتير، وما تقفش لو سمعت خبط على العربية. سألته ليه؟ سكت شوية وبعدين قال لان اللي بيخبط مش دايما بيكون البنت، احيانا بيكون ابوهم اللي لسه بيدور عليهم لحد النهاردة. ومن يومها ما بقيتش اشتغل اي وردية ليل. لكن الغريب ان كل سنة في نفس اليوم بصحى الساعة 3:15 بالليل على صوت خبط هادي على باب شقتي، و3 أصوات بتقول افتح يا عم حسام احنا وصلنا. وبكده تكون قصتنا خلصت النهاردة. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل القصص الجديدة المرعبة. وسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة مش هحكي لكم قصة عادية. القصة اللي هتسمعوها النهاردة اتنقلت بين اهالي القرى القديمة بصوت واطي، والناس كانت بتخاف حتى تنطق اسم اصحاب القصة بعد غروب الشمس. بيقولوا ان في عيلة عاشت سنين طويلة بعيد عن البشر، عيلة محدش يعرف اصلها ولا سر اختفائها، لكن كل اللي قرب منهم اختفى للأبد. وفي ليلة غريبة واحد من المسافرين تاه في طريق مهجور،
وكان فاكر انه لقى النجاة لما شاف بيت منور وسط الضلمة، لكن الحقيقة كانت أبشع من أي كابوس. حكايتنا النهاردة بعنوان عائلة آخر الليل. استعدوا واطفوا النور لو تقدروا، وخدوا نفس عميق، لأن اللي هتسمعوه دلوقتي ممكن يخليكوا تبصوا لأي بيت قديم في آخر الطريق بنظرة مختلفة للأبد. يلا بينا. في قرية صغيرة على أطراف الفيوم كان في طريق ترابي قديم محدش بيمشي فيه بعد المغرب. أهل البلد كانوا بيقولوا اللي بيتوه في طريق الجبل بالليل عمره ما بيرجع زي ما كان. أنا اسمي محمود وكنت شغال مندوب شركة أدوية. في يوم اتأخرت في الشغل والGPS اقترح طريق مختصر بعدي من جنب جبل. كان الوقت حوالي 10 بالليل. الطريق كان فاضي بشكل مرعب، لا عربيات ولا نور ولا حتى كلاب الشوارع المعتادة. بعد نص ساعة العربية عطلت فجأة. حاولت ادورها اكتر من مرة لكن مفيش فايدة. نزلت ادور على اي بيت قريب ولقيت نور خافت طالع من بعيد، بيت قديم جدا عشان اسألهم على اي ورشة ولا اي حاجة. بيت قديم كأنه خارج من زمن تاني. خبطت على الباب. بعد لحظات فتح راجل عجوز طويل جدا ولابس جلابية سودة. ابتسم وقال: اتفضل يا ابني، واضح انك تايه. دخلت البيت. البيت كان غريب، ريحة الاكل مالية المكان، لكن ريحة مش طبيعية. كان في ست كبيرة قاعدة و3 شباب ساكتين تماما. كلهم بصوا عليا في نفس اللحظة. ابتسموا لكن عيونهم كانت باردة بشكل يخوف. العجوز قال: احنا عيلة بسيطة بنعيش هنا بعيد عن الناس. سألته: فين أقرب ورشة؟ رد وهو بيضحك: الصبح نبقى نشوف كل حاجة، دلوقتي لازم تاكل معانا. المائدة كانت مليانة أكل لكن مفيش أي نوع لحمة أعرفه. اللون غريب والريحة أغرب. حاولت أرفض لكن الست العجوزة بصت لي وقالت: الضيف اللي ما ياكلش يزعل أهل البيت. بطريقة مرعبة. بدأ قلبي يدق بسرعة. في اللحظة دي لاحظت حاجة مرعبة على الحيطة. صور قديمة جدا، كل صورة فيها ناس مختلفة واقفين مع نفس العيلة، لكن الأشخاص الغرباء دول كانوا بيختفوا من الصور اللي بعدها كأنهم عمرهم ما كملوا الزيارة. اتوترت. استأذنت عشان أدخل الحمام، وأول ما دخلت لقيت باب صغير مفتوح على بدروم تحت الأرض، ومن جوه سمعت همسات وصوت راجل عجوز بيقول: هو الضيف الجديد جه؟ نزلت درجة واحدة والتانية ولقيت عشرات المتعلقات الشخصية، ساعات، محافظ، موبايلات قديمة وبطاقات ناس مفقودة. وسط الحاجات دي كلها لقيت جريدة قديمة. العنوان كان: اختفاء 5 مسافرين قرب جبل الغربان، ولا أثر ليهم. التاريخ كان سنة 1983، وفي الصورة كانت نفس العيلة بنفس الشكل من غير ما بيكبروا يوم واحد. طلعت أجري، لكن أول ما وصلت لفوق لقيتهم واقفين مستنيني. العجوز كان مبتسم وقال بهدوء: عرفت الحقيقة صح؟ ساعتها صرخت: انتوا مين؟ الست العجوز ردت: احنا آخر ناس عاشت المجاعة الكبيرة. وسكت شوية وهي كملت: لما البلد كلها ماتت من الجوع احنا عملنا حاجة محدش يقدر يعملها. الشباب ال3 كانوا بيقربوا مني ببطء. العجوز كمل: ومن يومها بقى لازم نستقبل ضيف جديد كل كام سنة.
حاولت أجري ناحية الباب، لكن الباب كان مقفول. وفجأة سمعت صوت موتور عربية بره البيت، نور كشافات داخل من الشبابيك. العيلة كلها اتغيرت ملامحها فجأة، الخوف ظهر على وشهم لأول مرة. العجوز قال بعصبية: الشيخ رجع، الشيخ رجع. وفجأة اختفوا كلهم ناحية البدروم. الباب اتفتح، دخل راجل عجوز تاني لابس جلابية بيضة وفي ايده سبحة كبيرة. بصلي وقال: قوم يا ابني بسرعة. خرجت معاه وانا مرعوب، واول ما بعدنا من البيت بصيت ورايا، ما لقيتش اي حاجة، لا بيت ولا نور ولا حتى اثر لمكان كان فيه بيت. الشيخ قال: العيلة دي ماتت من اكتر من 100 سنة. بصيت له انا طبعا مستغرب، فكمل: لكن الجوع اللي جواهم عمره ما مات. وصلني الاول قرية، ولما سألت الناس عن البيت وشهم اتغير. واحد من كبار السن من اهل القرية قال: بيت عيلة اخر الليل. وسكت. كل كام سنة حد يختفي هناك، واللي بيرجع عمره ما بيعدي من الطريق ده تاني. ومن يومها انا ما بحكيش القصة دي غير نادرا جدا. لكن لو في يوم عربيتك عطلت جنب جبل الجربان وشفت بيت قديم منور في اخر الطريق، مهما كان البرد ومهما كان التعب، اوعى تدخل البيت ده، لان في ناس مستنية ضيفها الجديد من سنين طويلة. وبكده تكون قصتنا خلصت النهاردة. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ في ليلة هادية جدا وفي بيت قديم محدش بيقرب منه بعد الفجر، حصلت حاجة خلت أهل المنطقة كلها تفضل تتكلم عنها سنين طويلة. قصة النهاردة مش مجرد حكاية، مش مجرد حكاية رعب عادية، دي حكاية عن عروسة مرعبة وطفلة اختفت من غير أي أثر، وسر مخيف لسه عايش لحد دلوقتي. لو قلبك ضعيف بلاش تكمل. يلا بينا نبدأ حكاية العروسة المسكونة، أو العروسة اللي بتتحرك بعد الفجر. في قرية صغيرة جنب المنصورة كان في بيت قديم مهجور بقاله أكتر من 50 سنة. أهل البلد كلها كانت بتقول إن البيت ده مسكون، وإن كل اللي حاول يشتريه أو يسكن فيه كان بيهرب بعد أيام قليلة. لكن محدش كان يعرف السر الحقيقي اللي مستخبي جوه البيت. أنا اسمي سامح، ودي قصة حصلت لي من حوالي 7 سنين، ولسه لحد النهاردة مش قادر أنساها. جدي مات وساب لوالدي بيت قديم في البلد. البيت كان مقفول من سنين طويلة، ولما رحنا نفتحه عشان نبيعه أهل البلد كلها كانت بتبص علينا بنظرات غريبة. واحد عجوز وقف قدام أبويا وقال: اوعوا تباتوا هناك بعد الفجر، خصوصا في أوضة البنات. أبويا ضحك وقال: يا عم الحاج، احنا في 2019 مش في زمن العفاريت. العجوز بصله بخوف حقيقي وقال: العروسة لسه مستنياكم. وقتها ضحكنا ومشينا. البيت كان ضخم وقديم جدا، ريحة الرطوبة مالية المكان، والأساس كله متغطي بالتراب. وأثناء تنظيف أوضة فوق لقيت دولاب خشب كبير، فتحته وكان جواه عروسة قديمة، عروسة بحجم طفل صغير، لابسة فستان أبيض مش نظيف، وشعرها طويل وأسود، وعينيها الزرقاء باهتين بشكل مرعب. الغريب إن كانت العروسة جديدة نسبيا بالمقارنة بباقي الأساس. قلت لأبويا: مين ساب دي هنا؟ رد وهو بيكنس الأرض: سيبها مكانها يا سامح. لكن وأنا بقفل الدولاب حسيت إن عينيها كانت بصة ناحيتي.
ليلتها اضطرينا ننام في البيت لان الشغل اتأخر. الساعة كانت حوالي 2 بعد نص الليل. صحيت على صوت ضحكة طفلة صغيرة. فتحت عيني لقيت الأوضة ضلمة، لكن الضحكة كانت جاية من بره. قمت أشوف، وأول ما خرجت اتجمد الدم في عروقي. العروسة كانت قاعدة في آخر الطرقة مع إنها كانت جوه الدولاب. فضلت أبص عليها وقلت لنفسي يمكن أبويا نقلها، لكن هي كانت بتبص ناحيتي بشكل مباشر. رجعت بسرعة وصحيت أبويا، خرج معايا، لكن العروسة اختفت. دورنا عليها ولقيناها راجعة مكانها جوه الدولاب. وأبويا بدأ يتعصب. واضح إنك بتحلم يا سامح. لكن وأنا بقفل الباب سمعت صوت صغير جدا، ما تقفلش عليا. جسمي كله اتشل. أبويا ما سمعش حاجة، أما أنا كنت متأكد من اللي أنا سمعته. الفجر قرب وفجأة بدأنا نسمع صوت خطوات صغيرة فوق السقف. خطوات طفل بتجري، بعدين تقف، بعدين تضحك. وأبويا نفسه بدأ يخاف. طلعنا نشوف في ايه، لكن مفيش حد. ولما نزلنا لقينا باب أوضة البنات مفتوح مع إنه كان مقفول بالمفتاح. دخلنا الأوضة وكان فيه سرير قديم، وعلى السرير العروسة قاعدة في النص ولابسة فستان أبيض نضيف جدا كأن حد غسلها حالا. وأول ما قربنا العروسة وقعت لوحدها على الأرض، لكن مكان ما كانت قاعدة كان فيه صورة قديمة، صورة لطفلة صغيرة، وبجانبها نفس العروسة بالظبط. خلف الصورة كان مكتوب مريم 1968. سألنا أهل البلد الصبح، وهنا عرفنا الحقيقة المرعبة. مريم كانت بنت صغيرة عايشة في البيت ده، وفي يوم أهلها سافروا عند جدتها وسابوها مع الخدامة، لكن البنت اختفت فجأة ومحدش عرف راحت فين. بعد أيام بدأ الناس يسمعوا ضحكتها بالليل، وبعدين لقوا العروسة دي في أوضتها. ومن يومها أي حد ينام في البيت بعد الفجر يشوفها. وعلشان كده قررنا نبيع البيت بأي تمن. لكن الليلة الأخيرة كانت الأسوأ. صحيت الساعة 4 الفجر على صوت نفس الطفلة. المرة دي كانت بتهمس جنب ودني: انت هتمشي وتسيبني لوحدي؟ فتحت عيني ببطء ولقيت العروسة واقفة جنب السرير، مش قاعدة، واقفة على رجليها وشفايفها مفتوحة بابتسامة غريبة. ساعتها صرخت. أبويا جرى عليا، لكن أول ما دخل العروسة وقعت على الأرض كأنها لعبة عادية. أبويا أخدها فورا وخرجنا بيها بره البيت، وقرر يحرقها. ولما النار مسكت فيها سمعنا صوت صريخ طفلة مش طبيعي، صوت يخلي القلب يقف. وأهل البلد كلهم خرجوا من بيوتهم. تاني يوم سيبنا البيت للأبد واتباع بعد شهور. لكن بعد سنة كاملة لقيت على الفيسبوك صورة للبيت الجديد. أصحاب الجداد كانوا بيحتفلوا بنقل العفش، وفي خلفية الصورة كان في عروسة قديمة لابسة فستان أبيض واقفة عند الشباك وبتبص للكاميرا، نفس العروسة اللي احنا حرقناها بإيدينا. نمت، لكن السؤال الحقيقي: لو كنت مكان سامح وسمعت صوت بيقولك ما تسيبنيش لوحدي، هتفتح الدولاب ولا هتجري؟ وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. النهاردة قصتنا قصة مختلفة. في عمارة مجهولة بقالها سنين كان في باب محدش يجرؤ يقرب منه، باب رقم 7. كل اللي حاول يفتحه اختفى من غير أي أثر. لكن في ليلة شاب قرر يتجاهل كل التحذيرات، وكانت دي أكبر غلطة في حياته. يا ترى إيه السر اللي ورا الباب؟ وإيه اللي بيحصل للي بيدخله؟ اسمعوا القصة للآخر لو تقدروا. في حي شعبي قديم في شبرا كان في عمارة مهجورة بقالها أكتر من 30 سنة. كل السكان كانوا بيقولوا إن العمارة دي اتقفلت بعد حادثة غريبة.
لكن محدش كان يعرف الحقيقة بالظبط. كريم كان شاب بيشتغل كهربائي، وفي يوم جاله شغل من راجل عجوز. قال له في شقة في العمارة القديمة الكهرباء فيها قطعة، هتاخد 2000 جنيه في ساعة. كريم استغرب من المبلغ لكنه وافق، ووصل العمارة قبل المغرب. الراجل العجوز سلمه مفتاح مصدي وقال له أي باب تفتحه افتحه إلا الباب رقم 7. ابتسم كريم وقال هو فيها ايه يعني؟ العجوز وشه اتغير فجأة وقال لو سمعت خبط ما تردش، ولو سمعت حد بينادي اسمك ما تبصش، ولو الباب رقم 7 اتفتح لوحده اجري. ضحك كريم ودخل. العمارة كانت ساكتة بشكل يخوف، كل شقة مليانة تراب وكأن الزمن وقف فيها. طلع للدور الرابع وبدأ يصلح لوحة الكهرباء. فجأة سمع صوت خبط جاي من آخر الطرقة. بص لقى باب عليه رقم 7. اتذكر كلام العجوز فكمل شغله، لكن الخبط زاد. وبعده سمع صوت ست بتعيط، افتح بالله عليك افتح، ابني جوه. كريم حاول يقنع نفسه ان حد بيهزر، لكن بعدها بثواني الست نادت عليه باسمه، يا كريم افتح الباب. ساعتها كريم اتجمد، هو ما قالش اسمه لأي حد، فقرر يجري. لكن قبل ما يتحرك سمع صوت المفتاح اللي في جيبه بيتلف لوحده، وبص لقى المفتاح طاير من جيبه وراح ناحية الباب رقم 7. وساعتها كانت المفاجأة، الباب اتفتح لوحده. كانت ضلمة جوه سودة بشكل مستحيل، لكن من جوه الضلمة بدأ يطلع أطفال، 1 و2 و3 و10، كلهم حافين، هدومهم قديمة ووشوشهم شاحبة. لكن الغريب كل طفل فيهم كان شايل صورة. ولما قربوا اكتشف كريم المفاجأة، اكتشف ان كل الصور صورته هو فيها، وهو طفل وهو في المدرسة ويوم عيد ميلاده، وصورة لسه ما تصورتش واقف فيها قدام نفس الباب لكن من غير وش. صرخ كريم وجري على السلم. كل ما ينزل دور يرجع يلاقي نفسه في الدور الرابع برضه. كررها عشرات المرات لحد ما سمع صوت نفس العجوز بيقول من بعيد، قلتلك ما تفتحش الباب. وفجأة الدنيا اسودت. تاني يوم الشرطة لقت شنطة عدة كهرباء عند مدخل العمارة، لكن كريم للأسف اختفى. بعدها بأسابيع واحد من سكان المنطقة دخل العمارة بالغلط، ولما وصل للدور الرابع لقى باب رقم 7 مقفول، لكن كان فيه حاجة جديدة، صورته متعلقة على الباب، صورة لشاب واقف وبيبص للكاميرا بخوف. كان الشاب هو كريم. ومن يومها أي حد يقف قدام الباب أكتر من دقيقة يسمع صوت جاي من الناحية التانية بيهمس، افتح احنا لسه ناقصنا واحد. وبكده قصتنا تكون خلصت النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة مملكة الرعب والفزع. تخيل إنك راكب أسانسير في عمارة مكونة من 12 دور، وفجأة تلاقيه وقف في الدور 13، دور غير موجود أصلا. ولما الباب بيفتح تكتشف إن اللي مستنيك هناك مش بني آدم. يا ترى هتعمل إيه؟ النهاردة معانا قصة رعب مصرية جديدة هتخليك تبص للأسانسير حواليك مرتين قبل ما تركبه. يلا بينا نبدأ، لكن افتكر لو سمعت الجرس الساعة 2:07 الفجر ما تفتحش الباب. يلا بينا.
عنوان القصة النهاردة المصعد اللي بيطلع للدور ال13. في وسط القاهرة كان في عمارة قديمة جدا مكونة من 12 دور بس. الغريب ان كل السكان كانوا بيقولوا حاجة واحدة: بعد الساعة 2 الفجر اوعى تركب الاسانسير. احمد كان شاب شغال مندوب توصيل. في ليلة مطر راح يسلم طلب في الدور ال12. وصل العمارة ولما دخل لقى البواب نايم. ركب الاسانسير وضغط على زرار 12. الاسانسير طلع عادي 1 2 3 لحد ما وصل للدور ال12. سلم الطلب ونزل بسرعة، لكن وهو راجع كانت الساعة بقت 2:07 بالظبط صباحا. ركب الاسانسير تاني، ضغط على الارضي وبدأ الاسانسير ينزل 12 11 10 وفجأة ظهر رقم عمره ما شافه قبل كده، رقم 13. الاسانسير وقف رغم ان العمارة اصلا ما فيهاش الدور ده. الباب اتفتح بالراحة، قدامه طرقة طويلة كلها ضباب والنور بيرعش. كان هيقفل الباب لكنه سمع صوت طفلة بتقول: لو سمحت ساعدني. بص لقى بنت صغيرة واقفة آخر الطرقة ماسكة دب أحمر قديم، وشها كان باين عليه الخوف. أحمد نزل خطوتين. أول ما خرج من الأسانسير الباب اتقفل لوحده. جري بسرعة يحاول يفتحه، مفيش فايدة. لف ناحية البنت، اختفت، لكن سمع صوت خطوات كتير جاية من آخر الطرقة، خطوات ناس بتمشي ببطء. ولما قربت شاف عشرات الأشخاص، رجالة وستات وأطفال، كلهم هدومهم قديمة وعيونهم سودة بالكامل. وقفوا قدامه في صف واحد وقالوا بصوت واحد: انت نزلت يبقى مكانك هنا. طبعا جري أحمد بكل قوته. كل باب يفتحه يرجع لنفس الطرقة، كل سلم ينزله يرجع لنفس المكان. وفجأة شاف باب الأسانسير مفتوح، جري عليه، ضغط على الزر الأرضي. الأبواب قفلت والأسانسير بدأ ينزل بسرعة جنونية لحد ما وقف. فتح الباب لقى نفسه في مدخل العمارة. البواب كان واقف بيبصله برعب وقال: انت كنت فين؟ قال أحمد: 5 دقايق. البواب سكت وبعدين قال: انت داخل العمارة من أسبوع. طلع أحمد موبايله لقى التاريخ فعلا بعد 7 أيام، ودي كانت المفاجأة. رجع لبيته حاول ينسى اللي حصل، لكن كل ليلة الساعة 2:07 بالظبط كان بيسمع صوت جرس الأسانسير قدام باب شقته، وبيبص من العين السحرية ما يلاقيش حد، لكن شاشة الأسانسير يكون ظاهر عليها رقم واحد بس. طبعا انتوا عارفينه، رقم 13. وفي آخر ليلة سمع صوت الطفلة من بره الباب وهي بتهمس: المرة دي دورك تطلع. ومن يومها اختفى أحمد. أما سكان العمارة ما زالوا بيقولوا لو الأسانسير وقف في الدور ال13 ما تخرجش أبدا حتى لو سمعت حد بيستغيث. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة مملكة الرعب والفزع. في بيوت كتيرة قديمة بتعدي علينا كل يوم، لكن في بيوت أصحابها سابوها مش عشان قديمة، لا، لكن عشان فيها سر مرعب محدش قدر يفسره. تخيل انك تصحى كل ليلة الساعة 3:03 الفجر على صوت خبط جاي من أوضة مقفولة، وكل مرة تسمع حد بينادي عليك باسمك. يا ترى هتقاوم الفضول ولا هتفتح الباب؟ اسمع القصة دي للآخر، لأن نهايتها هتخليك تبص لأي مراية حواليك بطريقة مختلفة.
القصة النهاردة عنوانها الغرفة اللي محدش بينام فيها. في قرية صغيرة على أطراف الفيوم كان في بيت قديم معروض للبيع بسعر رخيص جدا. الغريب إن كل اللي اشتراه باعه بعدها بأيام أو اختفى. الناس كانت بتقول إن في البيت غرفة مقفولة من أكتر من 50 سنة، محدش بيفتحها ولا حتى بيقرب منها بعد نص الليل. ياسر كان مدرس وقرر يشتري البيت لأنه كان أرخص بكتير من أي بيت تاني. ضحك لما سمع كلام أهل البلد، قال إحنا في 2026 ولسه مصدقين الخرافات دي. أول أسبوع عدى طبيعي، لكن في الليلة التامنة الساعة 3:03 الفجر صحي على صوت خبط خفيف. الصوت جاي من آخر الطرقة. قام يدور ملقاش حاجة فرجع ينام. وتاني ليلة الصوت رجع، لكن المرة دي كان حد بيخبط من جوه الغرفة المقفولة. وبعد الخبط سمع همسة: افتح أنا بردان. جسمه كله أشعر وقتها، لكن أقنع نفسه إن ده صوت مواسير أو أي حاجة تانية. في الليلة التالتة الخبط بقى أقوى وأعنف، خبط جامد، والباب بدأ يتهز. وسمع صوت ست كبيرة في السن بتقول: اوعى تفتح مهما حصل. وفي نفس اللحظة سمع صوت بنت صغيرة من جوه: بابا أنا خايفة. الصوت كان زي صوت بنته بالظبط اللي كانت نايمة في أوضتها. جري يطمن على بنته، لقاها نايمة فعلا. رجع للطرقة، لقى باب الغرفة مفتوح سنتي واحد رغم انه كان مقفول بالمفتاح. فضل يبص من الفتحة، شاف أوضة عادية، كرسي خشب وترابيزة ومراية كبيرة. ودي كانت الغلطة، ان هو دخل بحذر. اول ما دخل الباب اتقفل وراه. ولما بص في المراية شاف نفسه، لكن انعكاسه ما كانش بيقلده. الانعكاس كان واقف مبتسم، انما ياسر كان مرعوب. وفجأة الانعكاس اللي في المراية رفع ايده وشاورله، وبعدين خرج من جوه المراية. اما ياسر فاتحبس جواها، صرخ، خبط، لكن محدش سمعه. النسخة اللي خرجت من المراية مشيت من البيت. من يومها أهل القرية لاحظوا إن ياسر اتغير، بقى بيضحك لوحده، ما بياكلش، وكل يوم الساعة 3 الفجر، 3:03 طبعا، بيقف قدام المراية في الصالة ويبتسم. بعد شهر اختفى، ولما الشرطة فتشت البيت ما لقتش أي أثر ليه. لكن واحد من الضباط لمح حاجة غريبة في المراية القديمة. كان في راجل بيخبط من الناحية التانية وبيصرخ، لكن من غير صوت. ولما الضابط قرب الراجل رفع راسه، كان ياسر. وفجأة المراية كلها اتشققت وطلع منها صوت هادي جدا: لسه فاضل مكان لواحد كمان. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.